لقد أصبحنا وحدنا أخيرا، أنا وأنت. أخيرا انفردت بك وصرت أملكك وأملك عينيك. في كل مرة تنظر فيها إلى كلماتي وتقرأ فيها سطوري ستكون هذه هي آخر رواية تقرأها لي في حياتك. فأنا على شفا حفرة من الموت، ولم يتبقى لي في هذه الحياة إلا سويعات لا أدري عددها، لكنني أعرف أنها قليلة، وبرغم ذلك فهي كافية لسقيك بما أريد أن أسقيك إياه من الحديث. قبل أن أبدأ أقول لك: يجب أن تقرأ هذا الكتاب وتحرقه، فسيحاولون التخلص منه ومن كل من قرأه، كما فعلوا مع كل الكتب التي شابهته. لا تجزع، فقط تذكر كلماتي جيدا، ولو أنهم قتلوك بعد أن أعلمتك كلماتي هذه فستموت راضيا. ومن ذا الذي يحلم أن يموت راضيا في هذا العصر؟ فلا تجزع يا صديقي. من أنا؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف؟ كلها أسئلة أعرف أنها تراودك، وربما تود أن ترمي هذا الكتاب الآن وتمضي إلى حياتك، ولكني أؤكد لك: ليس هناك فارق بالنسبة لهم بين من اقتناه وقرأه ومن اقتناه ورماه في أقرب قمامة. إنهم يبيدون الجميع، لكن قد تكون لقارئه فرصة في النجاة. لا تنظر لي هكذا، فرغم أنني كاتبه إلا أنني ميت لا محالة، وسيقتحمون علي غرفتي هذه بعد قليل، ويبيدونني من على وجه الأرض كأن لم أكن عليها يوما. لا تضع وقتي في الشرح والكالم الفارغ، ودعني أبدأ معك على الفور، فلم يعد هناك وقت نضيعه أنا وأنت. ستعرف في حديثي هذا أمورا، وستنكر أمورا أكثر، ستعجبك فيه أمورا، وستكره أمورا. لكن دعني أخبرك بأمر هام. أنا لن أكذب عليك أبدا، أنا فقط سأخبرك بالحقيقة التي لم يخبرك إياها قبل أحد. سأعلمك أسرارا لم يكن ينبغي على من مثلك معرفتها. ولو أنني كذبت عليك ما قتلوني، بل لكافؤوني واحتفوا بي كما يفعلون مع الجميع. أعرف أنك شخص ملول، إما أنك لست من هواة القراءة، وإما أنت من هواتها، لكنك لا تلقي بالا للكتب التي تزينها أسماء لكتاب كبار. لذلك وحتى أجعلك تقرأ كتابي هذا كاملا كما يجب أن تقرأه، ابتكرت لك لعبة سنلعبها أنا وأنت، ولن يشاركنا فيها أحد. لعبة الأوراق، ليست أوراق البصرة ولا أوراق التاروت، بل هي أوراق من طراز آخر، طراز ملعون. وأهم شيء فيها الترتيب، فلو رتبت على غير ما أراد لها صانعها أن ترتب ستكون مجرد أوراق بلا قيمة. أما لو رتبت الترتيب الصحيح كما سنفعل بها أنا وأنت، فستفتح لك أبوابا من الأسرار لم يخبرك إياها أحد، ولن يخبرك إياها أحد. أسرار خطرة يقتل كل من يعرفها، ويحرق كل من يتعلمها ويعلمها. سألقي أمامك 13 مجموعة من الأوراق، كل مجموعة منها تحكي قصة وتحكي سرا يريدون أن يخفوه عن أمثالك، وسيلحقونك لأنك عرفته، ولأنك شخص ملول وأنا أقدر هذا. فكل حكاية من تلك الحكايات 13 ستعرض لك بطريقة تختلف عن سابقتها. هل رأيت كيف أنني حريص على لفت نظرك؟ وليس هذا إلا لأن ما بقى لي في الحياة قليل، وأود ألا أضيع لحظة واحدة منها في شرود يشرده عقلك الملول. ولكن يمكنك أن تشرد كما يحلو لك بين كل حكاية وحكاية، لأنني سأثرثر قليلا. ورغم أنها ثرثرة مهمة جدا، إلا أنه لو كان لابد لك أن تشرد فلتشرد في هذه المساحة فقط ولا تتعدها. وكلما تقدمنا أنا وأنت في اللعب خطوة سأخبرك أكثر عن نفسي، ومن أين أتيت، وكيف وصلت إليك، ومن هم الذين سيقتلونك ويحرقونك بعد أن يقتلوني ويحرقوني، وكيف تنجو بنفسك منهم. أما الآن فلن أخبرك سوى باسمي، أنا بوبي فرانك. أراك قد استنتجت من اسمي أنني أمريكي، هذا صحيح. في النهاية وقبل أن نبدأ أريد أن أنبهك إلى أمر هام. لا تظن أنه يمكنك أن تقرأ هذا الكتاب على مرة واحدة في جلسة رائقة في مكانك المفضل. عليك أن تقرأ هذا الكتاب على 13 مرة حتى تستطيع استيعابه جيدا. والآن دعنا نبدأ لعبتنا التي لن أخبرك باسمها إلا فيما بعد. يكفيك الآن أن تعرف أنها لعبة أوراق لعينة. والآن فلتجلس أمامي في هدوء، ولتنظر إلى المجموعة الأولى من الأوراق التي سأضعها لك الآن بالترتيب على الطاولة. أعرف أن النور الخافت الذي أستخدمه في غرفتي يسبب الصداع، لكن لا عليك، إنه ضروري. والآن فلنبدأ. لقد وضعت أمامك الآن 6 ورقات مقلوبة.
وسأكشفها لك واحدة واحدة بالترتيب الصحيح المطلوب، الترتيب الذي سيحكي القصة الأولى ويكشف السر الأول. تابع معي. الورقة الأولى عليها صورة شيطان رجيم له قرنان ويبدو في أشد حالاته غضبا. الورقة الثانية هي ورقة السحر، سحر الأرض، وعليها صورة نور ينبثق من باطن الأرض محطما عدة صخور حوله. والثالثة هي ورقة سحر الهواء، وفيها رجل ساحر يلقي بتعويذة ما في الهواء. الورقة الرابعة هي ورقة القوة المطلقة، وعليها صورة قبضة رجل قوي يرتدي خاتما ذهبيا كبيرا. الورقة الخامسة عليها صور أصنام وتبدو وكأن أحدهم قد حطمها. الورقة السادسة والأخيرة هي ورقة المطرقة، وعليها صورة رجل قوي حداد يمسك بمطرقة عظيمة ويلوح بها في غل. حتى وإن نسيت هذه الصور والأوراق الآن، فستومض في ذاكرتك بوضوح وأنا أتلو على مسامعك الحكاية الأولى والسر الأول. أميرال نور، يوم خلق النور 2500 قبل الميلاد، 2000 قبل الميلاد. سأغني هذه الأغنية للإله عندما يأتي المخلص العظيم وهذه الفتاة البريئة القلقة الجميلة. هيا تعالى وحررها الآن. أغنية بابلية قديمة بصوت عجوز ولغة بابلية قديمة كان يغنيها ويحرك رأسه طربا. كان صوته رخيما جميلا، لكن موسيقى الخلفية لم تكن متوافقة مع جمال صوته. لقد كان يغني على صوت أغنام تسرح في المرعى، أغنام يهش بعصاه عليها من آن لآخر. لقد كان سعيدا، ومن ذا الذي يمشي في مثل هذه الطبيعة الساحرة ولا يكون سعيدا؟ نحن في مملكة آشور القديمة قرب مدينة بابل، أعظم مدينة رأتها عين إنس أو جن في التاريخ. وهذا الراعي ذو الصوت الرخيم هو العجوز إيشما. ولما يأتي المخلص العظيم ستتحررين بالتأكيد قبل أكثر من 4000 عام. كانت الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. كان إيشما يمكنه أن ينظر إلى البركة التي يمشي بجوارها فيرى كل أسماكها وأصدافها وكأنه ينظر إلى الطيور في السماء قبل أكثر من 4000 عام. كل شيء كان طاهرا شديد النقاء، ويبدو أن إيشما العجوز قد قرر أن يستريح قليلا، فتوجه إلى شجرة قريبة اعتاد أن يترك عندها طعامه. ولما وصل إلى طعامه نظر إليه بدهشة، لقد كان مفتوحا. هؤلاء اللصوص الفقراء لن يتعلموا أبدا لو أنهم سألوه طعاما لأعطاهم، لكنهم يؤثرون السرقة. تأبى نفوسهم مسألة الناس وترتضي سرقتهم، لكن إيشما قد استغرب جدا لما أعاد النظر إلى الطعام. فبرغم أن الكيس مفتوح إلا أن الطعام موجود والحليب موجود، لكن الجبن مأكولة منه قطعا صغيرة جدا، والحليب ناقص نقصا يسيرا لا يسمن ولا يغني من جوع. جلس إيشما وأكل وشرب واستراح في ظل الشجرة، ثم قرر أن ينزل ليغتسل في البركة، وكما يفعل الرعاة الذين يستحمون في البرك في كل الممالك القديمة. خلع ملبسه كلها ونزل إلى الماء. بينما إيشما العجوز يستحم، كان ينظر إلى متاعه من آن لآخر نظرات لا شعورية. وفجأة أتى سرب من الحمام جميل المنظر وحط عند طعامه، وأخذ الحمام ينقرون الجبن نقرات صغيرة ويمألون مناقيرهم الصغيرة بالحليب في مشهد غريب، ثم يطيرون ويحطون في مكان غير بعيد، ويمكثون بضع دقائق هناك، ثم يطيرون عائدين إلى طعامه، فينقرون ويمألون مناقيرهم ثم يطيرون إلى المكان ذاته. خرج إيشما من البركة وارتدى ملابسه البابلية القديمة، لكنه لم يتجه إلى متاعه، بل اتجه إلى ذلك المكان الذي تطير إليه الحمائم بهذا الحماس الغريب. وهناك وجد شيئا اتسعت له عيناه العجوزتان في دهشة وانبهار. وجد طفلة جميلة ابنة 9 سنوات لم تر عيناه بمثل جمالها. لكن ليس هذا ما أدهشه. ما اتسعت عيناه له انبهارا هو أن الحمائم كانت تحيط بها وتطعمها وتسقيها من مناقيرها لبنة. كانت الطفلة تضحك وتحرك يديها بسعادة، ولما اقترب منها إيشما ضحكت له ضحكة نزلت لبراءتها دموعه الحانية. وبعقلية راع بابلي قديم كان ما يشاهده يعني شيئا أسطوريا ما. حملها إيشما برفق ورفعها إلى السماء، وكانت الحمائم تطير من حولهما بسعادة لم يجد لها تفسيرا. نظر إيشما إلى عينيها الصغيرتين الجميلتين. إنها المرة الأولى التي يرى فيها طفلة لديها هذه الرموش الرائعة. قرر إيشما أن يأخذ هذه الطفلة معه ليربيها، وقرر أيضا أن يسميها اسما أوحاه إليه الموقف. سماها محبوبة الحمائم،
الاسم الذي كان لما ينطق بالبابلية القديمة يبدو مألوفا. كان ينطق بالبابلية سميراميس. عندما يأتي المخلص العظيم وهذه الفتاة البريئة القلقة الجميلة، هيا تعال وحررها الآن، إنه الاحتفال العظيم في بابل. وعندما تحتفل بابل فزد على جمالها 1000 جمال ومتع ناظريك. عندما تلتقي الجبال الخضراء والسهول والأنهار الصافية بالرخام الأبيض والأزرق المميز للقصور البابلية والرسومات الكبيرة التي تغطي الجدران، عندما يلتقي كل هذا بالأطفال الذين ينثرون أوراق الزعفران في الهواء والخيول التي ترقص والبشر الذين يحتفلون في أكثر لباسهم وصروحهم أناقة في التاريخ، عندها تعرف أن هناك حدثا مهما جدا يمر عليهم. عندما ترى الزعفران يغطي الأرض بهذا الشكل تعرف أن هناك مولودا جديدا للملك كوش والملكة أوداج، مولود ذكر. فهذه الاحتفالات لا تقام لو كان المولود أنثى. ها هو المولود موضوع في الهودج تحيط به الوالندات أو المايات كما يطلقون عليهم هنا، جمع مايا، وهم الذين سهروا على رعاية الأم حتى تمت الوالدة. اقترب أكثر من الهودج وألق نظرة على هذا الصغير. ستسمع أثناء اقترابك الكثير من الكلمات على طراز يا الروعة هاتين العينين، أو إنه أروع طفل رأته عيناي. هذا يحفزك أكثر للنظر إلى الطفل. ها هو أمامك الجمال مجسد في رأس صغير وعينين حادتين. لكن هناك مشهد آخر سيقلقك، فمثلما تحيط بهذا الطفل الولدات ذوات الأيادي الناعمات وأوراق الزعفران المتناثرة في الهواء، فأنت ترى أشياء أخرى تحيط به، ليست أشياء في الواقع، بل كانت شياطين. نعم، شياطين كانوا يبتسمون بشيطانية تجيدها كل الشياطين، وكانوا يتلون شيئا ما برغم كل الحقائب المطرزة يدويا والمليئة بالودع الأزرق والثوم والموضوعة حول الهودج في كل مكان لطرد الأرواح الشريرة. وبرغم أن المايات وضعن أصابعهن في الزعفران وبصموا به على جبهة الملكة أوداج لحفظ الطفل من الشياطين. وفجأة سكت الجميع وتكلم الشيخ الكبير أو الموهيل كما يلقبونه في بابل. قال الشيخ: اليوم أتشرف وتتشرف البشرية وتتشرف الأرض كلها بوالدة الابن الذكر الذي سيحمل اسم الملك العظيم كوش، الابن العظيم الذي قررت العائلة أن تسميه زاهاك. وهنا ضج الجمع بصيحات السعادة، لكن اسم زاهاك لم يكن ذا معنى محبب على أي حال. لقد كان الاسم يعني باللغة البابلية الثعبان اللاسع، وعلى ذكر الثعابين اللاسعة كان لضحكات الشياطين من بين أنيابها: فحيح سعيد، فحيح شيطاني سعيد، أسترسك أسترسك أسترسك. نظر الراعي العجوز إيشما إلى تلك التحفة الأنثوية النائمة التي بدا أنها نزلت من السماء إليه وحده، تلك التحفة الصغيرة التي سماها سميراميس. إنه مجرد راع فقير يجوع أكثر اليوم، إنما كان هذه الجوهرة الصغيرة ليس بالتأكيد بين تلك الجدران المتهالكة التي يعيش وسطها. لابد أن الآلهة تدخر لجمالها مكانا أكثر أناقة. وهنا فاجأت دماغه العجوز فكرة عظيمة بشأن سميراميس. غدا سيقام سوق نينوى العظيم، والذي يتفق مع موسم الزواج الذي يقام كل عام في بابل، حيث يجتمع الشبان والفتيات من كل أرجاء مملكة آشور العظيمة، فينتقي كل شاب عروسا تناسبه، ويشتري الكهول الفتيات الصغار لتربيتهن حتى يبلغن سن الزواج، فيتزوجوهن أو يقدموهن لأحد أبنائهم كزوجات. نظر إلى عيني سميراميس الجميلتين وعقد العزم أن يمضي غدا إلى نينوى. ومضى إيشما العجوز حاملا سميراميس الصغيرة على كتفه إلى نينوى. ولو تحدثت الأناقة يوما لقالت نينوى. كان إيشما قد لبس أفضل ما عنده، لكنه بدا متسولا بالطبع وسط هذا السوق الذي يتنافس فيه كل ذي جمال للحصول على كل ذات حسن. كانت سميراميس تضحك ضحكتها الساحرة.